فرق الناس عنه. أقبلت عليه وقد جلس في ناحية من المسجد. قال فقلت له: يا أبا هريرة، قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهبت معه وجئت. يا أبا هريرة، فحدثني بحديث سمعته أنت وعقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معكما أحد غيرك وغيره. قال فقال لي أبو هريرة: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت منهم، وسوف أحدثك بحديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام ليس معي ولا معه أحد غيرنا. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة. أو قال: يا أبا هريرة، أتدري من أول من تسعر به النار يوم القيامة؟ فلما قال ذلك أبو هريرة نشغ نشغة، أي شهق شهقة، ثم مال فأغمي عليه. قال شفي فانتظرته حتى أفاق. قال فالتفت إلي وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا هريرة، إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. قال ثم نشغ نشغة أعظم من الأولى، ثم مال فأغمي عليه ثم أفاق. قال: لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا أحد سمعته يقول: يا أبا هريرة، إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. قال ثم نشغ نشغة، يعني شهق شهقة، فمال ليقع فأسندته. قال ثم قال: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، ومجاهد، ومنفق. قال: فإن الله تعالى يوم القيامة ينادي بقارئ القرآن فيقول الله تعالى له: ألم أعلمك القرآن؟ ألم أحفظك القرآن؟ فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي، قد حفظت القرآن وقرأته وأقرأته. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ. أنت ما كنت مخلصا لله. صحيح أنت أمام الناس كنت تقرأ القرآن، وكنت تبكي من خشية الله، وكنت تعلم القرآن، وكنت تتقن مخارج الحروف وتتقن التجويد، لكن قلبك لم يكن معلقا بالله، وإنما كان القلب معلقا بثناء الناس وشكرهم وإحسانهم وتبجيلهم وتقديمهم، فإنما قصدت وجه الناس ولم تقصد وجه الله. قال: فإذا قال: يا رب، قرأت فيك القرآن وأقرأته، فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قرأت ليقال فلان قارئ. فقد قيل. قال: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. قال: ثم يجاء بالمجاهد فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها. يعرفه الله ما أنعم عليه من نعم، من إصحاح لبدنه، ومن إتمام لسمعه وبصره، ومن قدرة على القتال وحمل للسلاح. فيعرفه الله نعمه فيعرفها. فيقول الله تعالى له: فماذا عملت؟ هذه النعم ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي، ما تركت سبيلا يجاهد فيه في سبيلك إلا قاتلت في سبيلك. فيقول الله تعالى له: كذبت، كذبت، والله أعلم بقلبه وأدرى بمقصده وأعلم بنيته. يقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء. أنت إنما حملت السلاح وخرجت مقاتلا وتقدمت الصفوف لأجل أن يثني عليك الناس، لأجل أن تتلذذ أذنك بسماع فلان شجاع، فلان مقدام، فلان جريء. وإنما قاتلت ليقال جريء، يعني إنما قصدت وجوه الناس، وكان قصدك أن تسمع ثناءهم وترى تبجيلهم وتعظيمهم، لم يكن قصدك وجه الله تعالى. قال: وإنما قاتلت ليقال فلان جريء. فقد قيل. قال: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. عجبا، أين جهاده؟ أين قتاله؟ أين ما سفك من دم العدو؟ أين فراقه لولده ولداره ولزوجه ولأهله وبلده؟ ألم ينفعه عند الله؟ لما نزع الإخلاص من عمله استحق أن يسحب على وجهه إلى النار. قال: ثم يؤتى بالمنفق فيعرفه الله تعالى نعمه، يعرفه الله بما أنعم عليه من نعم، وسع عليه في ماله،
وأغناه عن غيره، وأعطاه عقلا يستطيع به أن يحكم تجارته، وأعطاه يدا وقدما وسمعا وبصرا يستطيع به أن يجمع المال. يعرفه الله نعمه، ثم يقول الله تعالى له: فماذا عملت؟ هذه النعم وهذه الأموال ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي وعزتك وجلالك ما تركت سبيلا ينفق فيها في سبيلك إلا أنفقت. ما أمر على مسجد يبنى إلا وأقول هذه أموال لأجل إكمال بنائه، ولا أمر على مدرسة لتحفيظ القرآن، ماذا تحتاجون؟ هذه أموال لأجل أن تعينكم على تحفيظ أولادنا وبناتنا القرآن. ما أمر على مركز للدعوة أو على مركز للإرشاد أو على سبيل من سبل الخير. يا رب ما تركت سبيلا. أنا طبعت كتب وطبعت أشرطة وكفلت أيتاما وبنيت مساجد ودعمت قنوات فضائية وفعلت. ما تركت يا رب سبيلا ينفق فيه المال في سبيلك إلا أنفقت. فيقول الله تعالى له: كذبت، أنت كذاب، ليس في سبيلي وإنما في سبيل عزك وشرفك، ليس ابتغاء وجهي وإنما ابتغاء ثناء الناس وشكرهم وتبجيلهم وتعظيمهم. ليس المقصد أن تتقرب إلي، لا، إنما قصدت أنك تتقرب إلى الناس، تريد أن تذكر وتشكر. يقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، وإنما أنفقت ليقال فلان جواد، لأجل أن تذكر وتشكر ويقال والله فلان جزاه الله خير، هو اللي فرش لنا هذا المسجد، وهو اللي صلح هذه المكيفات، وهو الذي كفل هؤلاء الأيتام، وفلان هو الذي فعل وفعل. قال: وإنما أنفقت ليقال فلان جواد. وقد قيل: الشيء الذي كنت تجري خلفه وترجو أن يقع في حياتك أعطيناك إياه. كنت تريد الثناء، حصل. كنت تريد الشكر، حصل. كنت تريد المدح، حصل. تريد الشهرة، حصل. قال: وإنما أنفقت ليقال فلان جواد. فقد قيل: قال: ثم يسحب به بوجهه إلى النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، فهؤلاء الثلاثة، قارئ القرآن غير المخلص، والمجاهد غير المخلص، والمنفق غير المخلص، هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار، أول من يطرح في النار ليصيبهم من لهيبها ومن نارها ومن دركاتها، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة.